انيس ومابيل ولا هايدي او هايدي كمان؟ يا انيس يا مابيل يا هايدي؟ ممكن والله ممكن ما بعرف هيدا الاثنين في النهار يعني في النهار يوم بس بحس يا هايدي يا انيس او مابيل، يا انيس ومابيل ممكن برضه مش عارفه. اليوم جاي هيدي شراره؟ لا انا ما تبي اليوم سوشيال ميديا. والله دي بقى ربنا يستر. بيقول ايه ده؟ تتعامل بطبيعتك. تفتكروا الناس هيقولوا لنا ايه؟ بالظبط. والناس هتحبك. الناس لو لا الناس لو حست انك بتتصنع ما تحبكش. طبعا. طب انتوا شايفين ايه الصح؟ الناس هتحبني ولا بصراحه؟ لو اتكلم بجد عشان هتقعد تقلب لي وشك لا سهل. هتحبك. لا بصراحه. نعم بدك تعلمني احكي مصري مزبوط. مش هينفع والله. انا بعلمك فرنسي. تعرف صاحبي اسمه صلاح. مش هينفع والله. شو؟ تعرف صاحبي مثلا تقول له صلاح مثلا هات كذا، مش هينفع والله. ليه؟ مش هينفع هو كده. ليه كده مش هينفع؟ هو كده مش هينفع. ليه؟ يا جماعه مش هينفع. مشكورة انت يا ده مشكورة. انت يا عسل. قال ايه النساء طلعوا جامدين. النساء هنقول لهم ايه يعني؟ نساء هم بنات. هم بنات. هو نساء والبنات حاجه ونساء حاجه. النساء هم اللي بيقدموا المجتمع. ايه يا معلم؟ بيقدموا؟ انت حافظ مش فاهم. هو ده كلام الانشا اللي احنا كنا بنحفظه دايما في الدراسه. النساء هم من يجعلوا المجتمع متقدم. فورجيت عتاد فورجيت دي فيش فكرتني. دونت فورجيت. فكرتني في واحد صديق. طب كنا في حصه انجليزي. انا عارف انجليزي عندي بايظ. انا بعترف اهو. شفت بقى؟ عادي يعني. عكسي مثلا. انت فرنسي انا انجليزي. وانا واحد صاحب. مين فرنسي؟ انا ضايع فرنساوي. اوكي انا انجليزي. بص سمع. ده هي اللي معلماني صحيح. هي المعلمه بتاعتي. المعلمه شانتال. حتى بص انا كنت مدرس صبي صغير. كمل يا عم. اسمع شوي. انت ايش دي؟ شو اسمع شوي. خلص بطل بدي احكي. لا احكي. لا مش هحكي. والله احكي كلامه والله تحكي. يلا بقى الصابون اللي في ايدك ده. بحب اسلوبك في الكلام. في الغنى لا. بحبها كلها على فكره. انت مالك؟ والنبي حتى ما تغدي. انتبه لحكيك محمد. حكيك اجرحك ده منظر واحده مجروحه لما تقول لي عسل والله عسل. اصلا مش طيبه رايك. والله عسل. على فكره المصريين مهضومين بيكونوا وانا ايه؟ مهضومين وحلوين وهيك. وانا ايه؟ يعني بس انت ما بعرف شو انت نص مهضوم. كل البنات بتحبني. كل البنات حلوين. كل البنات بتحبك. كل البنات حلوين. طبعا يا سيدي يا بختك. ايه يا عم؟ قال لك موضوع فرجت ده. انا وصديقي ما كونجيجيزم يعني. انجز في البتاع. انجز ده بيكلم. فبيقول لي شيء سخن جدا. فرجت في حدا يعني ايه؟ بعرفه. قول له فرجت يعني بس اللي مش عم بفهمه هو انه العشاء الساعة 9 والسوشيال ميديا الساعة 9. اي متى رح نتعشى واي متى السوشيال ميديا؟ ما تنساش يعني ايه؟ قال لي فرجت. لا قلت له لا فرجت مصري مش فرنسي. انت ثانية انت وقفت البت الغلبانة اللي كانت بجد والله. عباس وغني. لا هو عباس مش هيغني ميدلي. مش هيغني ميدلي، هيغني مع حماقي. عباس راح؟ حماقي. مشى بجد؟ لا ودينا فين؟ مش شغلونا ولا ايه؟ عباس انا هغني مع حماقي كمان مش ما مشيتش. فكرة كلنا بنروح مع بعض تقريبا. اسلوبي راح يصير معك حلو كثير. دي عسلية على
انت اصلا كده اسلوبك الايه؟ حبيتهاش الكلمه. لا المصيبه. لا موسيله. لا موصيله يعني اللي وصلت له هي. لو وصلت نومينيه يعني. ما تاخديش بالك. انا حقيقي هي بتقعد تتلزق فيا اصلا. سوري؟ تتلزق. تتلزق فيك؟ مين عم بتلزق فيك؟ انتي. انا بتلزق فيك؟ شو فكر حالك حبيبي؟ محمد سعد. شو؟ نجم انا ستارة شانتال كلمة جعجع. اسمع غنى. غنى؟ غنت ايه يا عم؟ اعطيناه شوية وش صار بده يتكبر. الله كمل. والله سنتج حكايه. انت عايز ايه من البيت؟ عايز ايه من البيت؟ انجز. وانت مالك؟ ننزل مواعيد وناس معانا ومش عارفه ايه، فهي ارتاحت وطبعا برضو ايه ريحت اخويا وبابا. لا شريفة أخوكي ده اللي كان معترض؟ لا أنا شريف وبابا هايدي يعني مش عارف أقول لكم إيه يعني. انتوا أصلا هايدي دي شخصية خيالية والله العظيم بجد. خيالية بجد والله فعلا. ما تخافوش عليها في أيدي أمينة مع إخواتها وهتاخد اللقب. ويبقى رابع سنة مصر ونولع في الناس بقى ونعمل برايم في مصر ساعتها. يعني البرنامج مصر. يعني الواحد عايز يعمل حاجة بجد وعايز يحقق حاجة. ما اعرفش، ما كنتش شايفة ان في فرصة تانية احسن من كده خالص. لا هي فرصة وحاجة كويسة كنت بحلم بيها وهو لا الناس ممكن تكون فاهمة القصة غلط ان عشان اكاديمي وناس وبتاع. لا الوضع مختلف. احنا نفسنا دلوقتي هو موجودين، احنا كنا من الناس اللي ممكن تفهم الوضع غلط. لا في حضني قولي مالك قولي مين. الحقيقة ان الحياة وحشت علينا. ضحكت وش علينا كانوا في بينا لما يومها حرمتني وعلمت فينا. ليه ما قلتش ان ده الحب سيبني اخر كنت سيبني الان فاهم واحنا جنبك. رابابا. سيبني اقول لك قد ايه وازاي بحبك. هو اللي قد ايه ده ريت انا عامل معايا جميل والله. انا مش اكتر مني والله. انا بانت عندي الحكايه النهارده الصبح مدام ميري عشان الدش اللي احنا بناخده فوق ميه ساعه وميه سخنه ميه ساعه يا عم ازاي؟ ما هي تنزلي سخنه يا ساعه حددي. قلت لك اهو تشيل الزبالة. طلعت فيها عن جد. بدي بس تشيل الكيسان الزبالة تنغيرهم. ما بعرفش فعلا. خلص هعمل. هتعملي انتي؟ بص بداية ازاي بتكسر الكوباية. قلت يا عينيا استني قلت يا هتتغابي وتمسكي حاجة وتضربيني بيها هضربك. اسكت بقى. قلت لك اهو عادي عادي. ليكي تعال بلش انا وكفي انت. اموريني. ايه؟ شو رح تبدا اغنيتي؟ ايه انا ببدا بترجع بتكفي انت. نتمرن. ميدلي برضه؟ إن راح منك يا عين هيروح من قلبي فين. إن راح منك يا عين هيروح من قلبي فين. ده القلب يحب مرة ما يحبش مرتين. اسمعي بس. إن راح منك يا عين. لا قالت لي مدام كارلا عملها هيك. تحفة قوليها بس. إن راح منك يا عين. حلوه قوي. عند كلمة عين يعني من أول عين كده. إن راح منك يا عين
بس ما تغامري سالم انا. لا بليز محمد ما تنلق لي هدول سوفونير من حدا. سوفونير؟ ايه يعني ايه سوفونير؟ هدايا يعني؟ ايه كادون يعني؟ سوفونير من حدا بذكروني بحدا. وحشت الوليدة؟ مامتك يعني؟ وحشت اهلي كلهم والله. امي واخويا وابويا وعمر ابن اخويا اصحابي. الغبي بفتح غريب غريب. محمد انت زعلت مني؟ على ايه؟ زعلت مني لانه بشكل عم بمزح معك؟ لا يا حبيبتي انا ما بزعلش والله. ايه؟ عن جد؟ ما بزعلش والله. مش معنى كده ان انا ما عنديش دم يعني. لا بس انه هيك طلعت عن مزح انا ما قصدي هيك. لا انا طلعت عن مزح عن جد انا ما قصدي هيك. اديني المايك شويه. اديهولي يعني اتكلم. هو ايه ده؟ اتكلم بقى. انا في حاجات بزعل منها بس مش كل حاجه بزعل منها. والحاجات اللي بزعل منها اكيد انتم مش عارفينها يعني. فطبيعي لما تعملوها اول مره هسامحكم، ثاني مره ممكن اسامحكم، ثالث مره لا. شكرا. طبعا كلنا كده. في حدود لاي حاجه فاهم يعني. في حد لاي حاجه يعني لاي حاجه في حد يعني لا هي الفكره مش في كده. الفكره ما انت بتقول الاول هسامح والتاني هسامح والتالت ما سامحش. ايه الفكره؟ مش معقول ان احنا نفضل نسامح بس. هو الاول لا الحاجه انت بتقول كلام وبعدين بقول لك بتقول الحاجه لما بتتعمل مره اسفه. انتوا اكيد عكسه ايه. ما انت لسه قايله من شويه وانا كمان واحنا كلنا كده. وبعد كده رجعت تفكر في الموضوع شويه قالت لك بس ازاي يا عم بس بتعمل فري؟ لا انت بعد كده ايه؟ بعد كده ايه؟ مش فاهم. بعد كده قعدت افكر بالكلام. اول مره بتتعمل بتبقى يعني انا مثلا اعرف شانتال مثلا بس هي ما عملتش معايا حاجات تزعلني قبل كده وهي ما تعرفش مثلا الحاجات اللي بتزعلني وطبيعي ان انا هقول لها يعني طبيعي ان انا مش هقول لها الحاجه اللي بتزعلني عشان هي ممكن تعملها بس بهزار فانا ازعل. فهي لما تعملها اول مره اكيد هي مش عارفه الحاجه اللي بتزعلني فهسامحها. تاني مره ممكن اسامحها. ثالثه بقى لا ما هو كده بقول في حاجه مصريه الله اسمها هو ايه الحد